تعال اخدك معايا في مقارنة سريعة بين الأسيوطي الباك اليمين الناشئ اللي بيفضلوا عليه أحمد عيد باك شمال المصري والزمالك اللي جابوه من مصر البورسعيدي فري تقريبا بعد ما ودينا العش إعارة 6 شهور. هل كان أحمد عيد ليه لازمة ولا الأسيوطي الباك اليمين الناشئ أفضل منه بكتير؟ هنعرف في الفيديو ده، ونبتدي الأول مع الأسيوطي. يقدر يطلع بالكرة بشكل مهاري جدا وسرعة زي الكرة اللي فاتت وزي الكرة اللي قدامك دي اللي هيرقص الجناح لتاني مرة وهيطلع بيها بالمقاس والمسطرة لمحمد عبد الله الجناح اللي بيلعب قدامه رجله حساسة وبيعرف يعمل تمريرات بشكل مميز غير مهارته وسرعته. دي واحدة تاني وهو بيطلع من الجناح برضه بسرعته والجناح معرفش يعمل معاه حاجة غير فاول، غير طبعا عرضياته اللي بالمسطرة وبالمقاس. ودي واحدة منهم لجراديشار لعبها له متقشرة بيقول له هات جون، ولكن جراديشار رفض الهدية. على المستوى الدفاعي محتاج يزيد شوية خبرات وعنده بعض الأخطاء، ولكنه برضه لعيب ناشف بيقدر يعمل تاكلينج قوي زي اللي انت شايفه، وبيعمل كتف قانوني بمنتهى القوة زي الكورة دي كده نيم لعيب فاركو على ظهره بسبب قوة كتف قانوني. معنى كده انه لعيب ناشف وتد دفاعيا. من المميزات الحلوة اللي عند الأسيوطي باكي اليمين الناشئ للنادي الأهلي غير انه لعيب فعلا عنده إمكانيات كويسة جدا، الروح اللي بيقدر يلعب بيها زي الكورة اللي قدامك دي بعد ما كريم طارق غلطه وأخد منه الكورة الأسيوطي مسكتش، قدر يرجع ويكمل ويقطع الكورة بمنتهى القوة ويستعيد تاني الاستحواذ لفريقه ويرجع الكورة لفريقه مرة تانية. وهنا فكرني بأحمد فتحي جوكر النادي الأهلي السابق اللي كان مهما ترقص ومهما حصل فيه بيرجع تاني يجيب الكورة بمنتهى القوة والعزيمة. والكورة دي برضو اللي قدر فيها كريم طارق يهرب منه، وكان شكري كمان مغطي مصيدة التسلل ونايم في العسل، قدر كريم طارق يهرب منه. هل الراجل دوت رفع ايده كده؟ لا، الحكم مش رافع سكت وفضل واقف او تكاسل خالص، بالعكس قدر يكمل لحد ما طلع جون حقيقي من المرمى بعد ما الكورة عدت من حمزة علاء، ولكن الأسيوطي كان مفطن جدا للكورة وقدر يطلعها بمنتهى الرجولة والروح والحماس. ودي من أهم مميزات باك اليمين النادي الأهلي، غير إنه عرضياته مميزة وكمان في التكملة الهجومية مميز جدا، بس محتاج شوية شغل أكتر وأكتر سواء على البدني أو كمان على الالتزام. لازم يلتزم في الملعب ومحتاج شوية تطوير في الشق الدفاعي. أما بقى بالنسبة لأحمد عيد، تعالى أوريك الأداء المزري اللي قدمه في أول مباراة بس مع النادي الأهلي، وتقريبا مش هيشم الملعب تاني خالص. زي الكرة اللي قدامك دي كده في كورة الجول، بدل ما يضغط على الراجل ويقفل عليه ويسد الزاوية، لا ده سابه وراح وبعد كده بيلوم على بن شرقي. أحمد عيد تقريبا طول ال60 دقيقة أو ال65 دقيقة اللي لعبها بياخد الكورة ويروح مرجعها لأحمد رمضان بيكهام، تقريبا ما لعبش كورة لقدام خالص غير الكورة اللي أنا هوريها لك دي. ويوم ما فكر إنه يلعب كورة لقدام لعبها في الاوت زي ما انت شايف كده بالظبط. عنده دقة في تمريراته مفيش اعظم من كده بصراحة. يبقى اكيد بقى الراجل ده بيلعب عرضيات وهيروق علينا. ايوه اتفرج كده على العرضيات، كنا بنتريق زمان على محمد هاني انه بيلعب العرضيات في اللعيبة، ده بقى ما بيعرفش يوصلها حتى اللعيبه. وده اغرب فاول ممكن تشوفه من مدافع في التاريخ، ان هو يعمل دفعه زي دي في ظهر المهاجم في مكان خطر زي ده ممكن يطرد فيه عادي جدا. مصطفى شلبي النهارده حرفيا عمل كل اللي هو عايزه في المباراه بسببه، وتنجم كمان على حسه. اتفرج معايا هنا، بدل ما يضغط عليه ويبقى لعيب شرس وياخد الكوره يقطعها يطلعها اوت حتى يعمل اي حاجه يعمل اي منظر، لا عمال يرجع ورا يرجع ورا يرجع ورا. مصطفى شلبي عامل ان هو بيرقص وياخده ويروح، بص فاتح له الزاويه خالص ازاي. وهنا حتى بعد ما فتح له الزاويه بدل ما يعمل بلوك لا شابه يشوط. وعلى فكرة ده كان كلامي عن أحمد عيد أول ما قالوا خلاص أحمد عيد هيجي الأهلي قبل الإعلان أصلا عن الصفقة تماما، وقلت إنه باك ضعيف جدا جدا دفاعيا وأبيض هجوميا وبدنيا مش أفضل حاجة. وناس كتير قعدت تغلط فيا وتشتمني وتقول لي يا عم أنت بتفهم حاجة، يا عم روح نام، أتاريك أتاريك ما تفهمش حاجة، وأتاريك أتاريك ما اتفرجتش على أحمد عيد ومش متابع كويس. ومن أول شوط كشف وبان إنه زي صفقات بيكهام وكوكا وغيره وغيره وغيره. اكون قدرت اقدم لك مقارنه سريعه بين احمد عيد الباك اليمين بتاع منتخب مصر الجامد جدا وبين الاسيوطي الناشئ الولد الصغير اللي لو اخد فرصه هيكسر الدنيا، وانا متاكد من ده. قول لي رايك في الكومنتات مين فيهم احسن وافضل، ومتنساش الفولو والمتابعه والشير. سلام.